السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسادة والسيدات، مساء الخير علينا وعليكم. اليوم يوم 31 شهر 3، لا شهر 5 عفوا 2023. حقيقة الوقت ما وقت حديث، لكن نقول النصر لقواتنا المسلحة، أبناء الوطن الواحد الموحد. طبعا هنالك أسئلة بتتالى على عقول الضعفاء والعملاء والخونة. الزول ده متمرد، لماذا يدعم القوات المسلحة؟ يقول لك الزول ده متناقض. لا، الأمر ما أمر تناقض، والقضية ليس قضية تناقض، إنما أن هذا الشخص اكتشف وعرف أن المؤامرة أكبر من عقول الضعفاء والميليشيات، وهذا المؤامرة لا يفهمها عميل أو إنسان ما عنده وطنية أو إنسان ضعيف أو إنسان همه القرش والقرشين. هذا المؤامرة لتدمير السودان، تدمير الوطن بأكمله ومن فيه. لكن الغبي والجاهل ما بيفهم هذا المخططات والمؤامرات الإمارات ومحاور الشر ودول الغرب للأسف الشديد. والآن دي ظل المواطن السوداني يدفع في ثمنها. لا أريد منكم جزاء ولا شكور السادة والسيدات المتابعين. شيروا لهذا الرسالة تصل لأبعد مكان حتى لا يؤثر الهجوم على هذا اللايف. طيب، اليوم تابعت جميعا خطاب عبد الرحيم دقلو. طيب، أي إعلام كاذب مضل عدم التشهير بالنت الثقيل، أنا لا أستطيع أن أكمل هذا اللايف لعدم الشير وعدم أو الهجوم الموجه ضد هذا التسجيل. طيب، القوات المسلحة الآن يا جماعة هنالك هجوم عنيف، ولن نستطيع أن نستمر في التسجيل للأسف الشديد. طيب، الناس شيء يا جماعة، القوات المسلحة عليها مؤامرة من أبناء الوطن السياسيين، ومؤامرة الحركات المسلحة، ومؤامرة الميليشيات التي تمردت ضدها، إضافة للمؤامرة المحاور الإقليمية. العدو الأول الإمارات والسعودية اللي بيشوفوها دي. ربنا لما قال إنما الأعراب أشد كفر ونفاق لم يقول هذا الآية عبس. هؤلاء أعضاء الشعب السوداني. لا يمكن لمواطن سوداني وطني عنده قيم، عنده دين، عنده إخلاق أن يدمر وطنه ويدمر نفسه بنفسه. كل الذين يدعمون تدمير القوات المسلحة يدعمون تدمير الوطن حقيقة. لأنه لما تم تدمير جيش العراق معروف أوصفوه بشنو، لما جاء تدمير اليمن معروف أوصفوه بأي جيش، لما جاء ليبيا دمروا بأي جيش وصفوه، لما جاء دولة السودان وصفوه بجيش الكيزان والفلول. أي إنسان بصدق إن حميتيه أو عبد الرحيم دقلو جيش القبيلة، جيش يسر الدقلو، ما يفلسفوا ليك ومبرات يقول لك لا لا ده كله كذب وده جيش قومي. لا لا، كذب. الجيش القومي معروف غايده من الشرق أو من دارفور، نايبه من الشمال، القيادات التنفيذية كلها بتلقاها من كل السودان. لكن لا، الجيش ده قائده العام مسؤول منه حميتي، نايبه طوالي الوريث أخو عبد الرحيم دقلو. كل المكاتب التنفيذية في هذا المؤسسة والدعم السري أسرة واحدة. واي انسان بقول لك غير الكلام ده انسان منافق وانسان دجال وانسان ما عنده مصداقيه ولا عنده وطنيه ولا ضمير. يجي يتحدث لك في جيش وطني، القائد العام برهان من الشمال، لكن وزير الدفاع من وين؟ من دارفور. رئيس الاركان مكان، الف كباشي من جنوب كردفان. الدنيا كلها هو ده جيش السودان. قبل يمشي حيث ما يقصى على الاحزاب السياسيه، لجان المقاومه اللي بنعرفها احنا، استاذ محمد ادم البارون، والثوره لجان الثوره المستقل، تيار ما بعرف الثوره المستقل وغاضبون وكذا، كلهم اشتروهم الان، الامارات اشترتهم مقابل حفنه من الدنانير ليكونوا مخابرات للدعم السريع للاسف الشديد. والله يا جماعه سامحونا، انا بقول شيروا، لانه قالوا اذا ما شيرتوا بيحصل هجوم لللايف، بيكون ثقيل. حقيقة الهجوم لما يكون عنيف، البلاغات كثيرة، حيضطر يغلق. فأنا بتحدث عن واقع منطقي. لا يمكن أن تقول أن صناعة الجيش صناعة كيزان وحميتي صناعة كيزان. فحميتي بالنسبة لكم أنتم يا أحزاب يا سياسيين يا ضعفاء يا جهلاء الوطن يا أعداء الوطن، إنكم توصفوا بالذي صنعه
الكيزان حميدتي وقواته بديل فلول، وهم نفس صنعوهم الفلول، هذا حلال عليهم والجيش حرام عليه. عليكم الله، ده ما تدمير الوطن، ده ما تدمير أمة بأكمله وتدمير القوات. بالله أيعقل أن تتعاطفوا مع هذا الميليشيا كيزان فلول؟ صدقتوا إنه هو بيقاتل في فلول وكيزان؟ الفلول الصنعوه خايف، الصنعوه يشيلوه، لأنك أنت زول صنعك وأداك ماله الآن دار تسقطه. فكرك شغال بنفس الاستراتيجية الفلول. يعني شنو فاهمين لما بقول عليكم بالمواطن وعليكم بالمواطن؟ يعني حلل للناس يسكنوا في بيوت المواطن. ربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. إن فانقيل لكم ادخلوا فادخلوا، انقلوا فرجعوا لا، ديل بيدخلوا بيوت الناس بالرجالة وبنهبوا وعوسوا فساد وبينهبوا. يا أخي يقول لك مسلمين أي إسلام؟ هل الإسلام حلل لكم أن تدخلوا بيوت غير بيوتكم وناس الدعم السريع؟ أن تهددوا بيوت وتعتدوا على حرمات وتعتدوا على ممتلكات ناس؟ هل الإسلام اللي بتقولوه دينكم ده حل لكم الكلام ده؟ لماذا أنتم متناقضون في أفعالكم وحديثكم ولا زال مصدقين ما يقوله عبد الرحيم دقلو؟ الكيزان الفلول، أنت صنعوك الكيزان وصنعوك الفلول، والآن قيادتك الآن بتقود عمليات كلها من كوادر الكيزان والفلول. بتخبي الكلام ده لمنو؟ بتغش منه، بتسوق بالخلا منه، يعني داير تعمل غسيل مخ تشيطن المجتمع الدولي بانك انت فعلا بتقاتل في ارهابيين وفلول. انت الان السودان ده ما شاف الويل والجحيم الا بعد ما ظهر حاجه اسمها حميدتي وعبد الرحيم دقلو واسرته. انا بتحدث عن مصير بلد باكمله، انا لا اتحدث عن قبيله ولا اعرف للجيش قبيله، بعرف الجيش ده حق كل السودان. ده المنطق وده الحقيقه. اي زول جايك بكلام غير ده انسان مقابر وانسان منافق وانسان دجال. كده وريني ماليشيا ثقافه النهب والقتل والثأر، لا عندها عقيده قتاليه، لا عندها تكتيك، لا عندها استراتيجيه، ما عندها اي شيء. استعانت بما استعانت بمحاور، واقنعت المحاور الاحزاب اعداء الوطن بانك لابد ان تدمر جيشنا عشان تحكم السودان. ولا زال انه بيتوهم ان الشعب السوداني واقف معه. بالله انتم الجيش ده ل 100 سنه ايها الشعب السوداني جميعكم ال 40 مليون، هل وصلتم لهذا المرحله في عهد الجيش؟ 100 عام حصلت لكم نهب وطرد من منازلكم ونهب لثروتكم ورعب وحرق فوق رؤوسكم وهد بيوتكم ومنازلكم وجعلكم درع بشر 100 عام. منو السبب؟ انظروا للسبب في هذا المعركه. منو السبب اللي خلاكم تطلعوا بيوتكم؟ اجاكم قال لكم امركم منو اللي هددكم؟ مش هو حميدتي الدعم السريع ولا غيره. نعم نختلف مع قياده الجيش لكن لا نختلف مع المؤسسه الوطنيه. اختلافنا مع برهان لا يعني اختلافنا مع المؤسسه الوطنيه. نعم البرهان في كل جيوش العالم قد يكون في قائد ضعيف، قد يكون في عملاء، قد يكون في خونه، لكن لا يعني يحل لنا ان تكون ضد جيشك الوطني وان تفرتك جيشك بيدك وان تدمر وتقتل الروح المعنويه فيه وان تدعم ميليشيا تفتح لها منازلكم او تقبضوا قروش بسيطه عشان تدخلوها تكون درع بشري. يا عالم افيقوا، اللي بيسووا ده انتوا اللي حتدفعوا ثمنه. اللي بيسووا فيه الان كمواطنون ضعاف نفوس او لانتماء قبلي او اثني او عرقي، انتم اللي حتدفعوا ثمنه في التعليم، في الصحه، في تدمير البنيه التحتيه، في تدمير الوطن، في تسهيل للعملاء الغزو لاحتلال وطنكم بالخطابات العاطفيه بقى نحن معاكم. وكيف لانسان يجيب ديمقراطيه وهو يروعكم بالسلاح ويقتل فيكم وينهب في ثروه اخوانكم او ثروتكم وحلل الفوضى؟ فكده اي عقل تفكرون به. القصه ليس قصه انه ده من قبيلتي او دعمي او اخوي، لا، المساله المؤامره مؤامره وطن. حتى غائدكم الذي يسمى حميدتي لا يدرك هذا المؤامره، وحتى عبد الرحيم دقلو لا يدرك هذا المؤامره. العدو الحقيقي لهذا السودان هذا الافكار التي تحدث بها الدعم السريع، وهذا الحرب الفكريه التي زقيت لابناء الدعم السريع بان الحرب ضد فلول وضد كيزان. يا ساده يا ابناء الوطن، ان الحرب لتدمير الجيش الوطني، لتدمير مستقبل السودان، لمحو ذاكره السودان، لبناء سودان جديد، شعوب جديده، قيم جديده، عقيده جديده. اسمعوا كلامي جيدا، اخلاق جديده، ثقافات جديده،
حكام جدد، استعمار جديد. هذه هي الديمقراطية التي تحدث فيها عقول هؤلاء. الحرب حرب فكرية ليحرض أبناء المجتمعات ضد مجتمعات أخرى. هذا الأمر لم تدركه إلا القوات المسلحة كمؤسسة، رغم أن القوات المسلحة كمؤسسة هنالك عملاء يتبعون الأحزاب السياسية، يتآمرون ضد الجيش، يتآمرون ضد القوات المسلحة بالتخابر، بيع الجيش، بيع أبناء الوطن. الهدف كله تفكيك هذا الجيش الوطني القومي، استبداله بميليشيا. ميليشيا تكون سهلة الانقياد لأي دولة، يقدروا يتحكموا فيها لأنها ما عندها عقيدة قتالية، ما عندها عقيدة عملياتية، ما عندها تكتيك، ما عندها استراتيجية، ما عندها دراية بكيف تدور الأوطان والجيوش على مستوى العالم. لازم تكون ميليشيا تفكيرها محدود، ما سلطة حكم فقط، ما يفكرون ما يخطط إليه المستعمر أو العالم ككل. أنا بتمنى من أبناء الوطن أي إنسان بقول لك نحن ضد الجيش الوطني فهو عدو، وعدو نفسه وعدو مستقبل أبنائه. كيف لك أن تدع؟ أنا نعم متمرد، لكن لما أدركت حجم المؤامرة وعرفت المؤامرة ضد الجيش الوطني، غصبا عني إن كنت وطني حقيقة وهم السودان ليس هم المصلحة والمكسب والسلطة والقبيلة والأسرة، لنحس للجيش الوطني كمؤسسة وندافع عنها ونموت من أجلها حتى يقضى الله أمر كان مفعولا. لا داير منصب، لا داير مكسب، الوطن مصير هذا المؤسسة، القيم، الدين، الأخلاق، كل شيء بتجده في القوات المسلحة. خليك من الشيطنة بتاعت الأحزاب السياسية والمحاور ده كله فوتو. خليك من الشيطنة بتاعت المحاور الدولية والإقليمية، ده كله الهدف يدمر حيث ما السودان. في هذا الصراع دول تنهب في الثروات، في هذا الصراع يدمر البنية التحتية، المصانع، البنوك، الشركات، البنية التحتية، الطرق، أي كل يدمروها. بمن؟ بيد بالجهلاء ابناء هذا الوطن، بالذين لا يعرفون حجم هذا المؤامرة ولا يدركون حجم. انت عارف العدو الذي يدير يدمرك بيعمل شنو؟ اول حاجه بيديك مال، بيشتريك، بيكسر عينك، كسر عينك. يعني زي الدعم مثلا بيكسر عينه بالمال. السعوديه مثلا، الامارات تديك مال وعربات، كسرت عينك خلاص انت بتشوفها هي بس القويه، لانك اصلا نفسك وعقلك ووطنيتك المال فقط، المال فقط. ما عندك تاني هم على الوطن ولا عندك هم للمواطن. ده حدك، ما تكذب، ما تغش. حدك المال والسلطه فقط. هذا الامر يتعلق بمصير الشعب باكمله 40 مليون، لا يتعلق بمصير الجيش فقط. هذا المسؤوليه ليس مسؤوليه الجيش، انما مسؤوليه الشعب السوداني ككل. ان انت اللي بتعاني من تدمير البنيه التحتيه، انت بتعاني من تجفيف الوطن من الاقتصاد، انت اللي بتعاني من تدمير وطنك، انت اللي بتعاني من كل شيء. المواطن انت اللي بتنزح. اخبع شويه حتحصل مجاعه، سرقت المخازن، سرقت المصانع، دمرت المصانع. عشان كده انا بقول لكم دي حقيقه لا تستخفوا بها، لا تستهتروا بها. القصه قصه وطن، ليس قصه مصالح ومكاسب. ممكن المكسب ده المصلحه دي انت ما تقدر تحصله، حتموت. لو ادوك الان تريليون من الدولار حتموت، لو ادوك منصب حتموت. اذا انت قدم خير، قدم جميل، قدم خير وقدم جميل لمستقبل البلد، مش عشان برهان، مش عشان عندي تصفية حداد مع اللي هو فلان او العقيد فلان. لا، الاحزاب السياسيه عملاء تآمروا ضد الشعب قبل الوطن، ثم اتوا الان ليدمروا ما تبقى. وده الواقع الشغال. ما تسمعوا لي خطابات العاطفيه والاعلام بتاع الكذاب بتاع عملاء محاور الشر الامارات والناس اللي بيصوروا ناس الدعم السريع واخواننا بعض الكيزان، حتى هم بيطلعوا اعلام كاذب للقوات المسلحه باسم القوات المسلحه واعلام الاحزاب اليساريه. ده كله شغل تضليل ودين اصحاب مصالح. ان السودان موجود بوجود القوات المسلحه، لا سودان بدون قوات مسلحه. فقدت الجيش السوداني الوطني ده مع اعتبارك ما عندك سودان، ما عندك دولة. القاعد برا السودان ما عندك دولة، يجب عليك أن تدعم الجيش. إذا ما قادر تشارك مع الجيش في الخطوط الأمامية، شارك مع الجيش بحاجة واحدة. الله تصور متحركات الجيش والقوات في كل مكان، ما تصورها ولا تنشرها، لأن هنالك أعداء يعرفون طبيعة هذا المكان
والزمان. اوعى كمواطن سوداني، حتى ان كنت شيوعي، حتى ان كنت عندك تصفية حسابات، فاذا دمر هذا الجيش يدمر الوطن. ادوني عقيده واحده، حاجه واحده قدمتها قوات الدعم السريع قيادتها. انا لا اقول كل قوات الدعم السريع ما مجرمه، هنالك ناس سايقينهم بالخلا. قياده الدعم السريع ماذا قدمت للوطن والمواطن؟ بس ما تقول لي قدمت لنا مرتبات عبر اليمن، مرتبات شخصيه واكل وبكاسي لعمى دار اهليه، ده كلام فارغ. بيدفع ثمن وطن، بيدفع ثمن هذا البكاسي وهذا التفاتيف الدنانير الوطن. مصير امه ب 40 مليون الان بيدفع في هذا الثمن. يجب عليكم جميعا ان تتحازوا خلف الجيش بالفعل وبالقول. اوعى ترفعوا مقطع، صوره او صوت لتحركات قوه جيش وطني متحرك داخل المدن وخارج المدن. اذا كنت عايز تشارك وتساعد، لا يصور ويرفع الا المواطن العميل، عدو لنفسه عدو الوطن. اي زول مواطن لقيته بصور الراتب بتاع جيش وبيرفع في النت، ادوا طلقه قتلته كمواطنين، لانه ده عدوكم الحقيقي. ما في حاجه اسمها رفع معنويات او تقول نحن عندنا قوه متحركه، لا، دي عماله، ده كشف اسرار القوه. اوعى دي نصيحتي لكم، الزول اللي ما داير يدعم الجيش بنفسه فلا يشارك لنشر او تسهيل للاعداء. اما بالنسبه للاخوان المتخابرين العاملين فيها ناس لجان مقاومه والمعرصين واللي بيرفعوا تقارير الجيش وتحركات الجيش، سوف يهزموا، لانك بتدمر مستقبل اجيال، بتدمر مستقبل ابناء. وعندي رساله، كما سمعت الاخوه الذين يريدون يدمروا الخرطوم ويدمروا الشرق والشمال ويسرقوا البنوك ويدمروا اقتصادها، ثم يجي يفصلوا دارفور، بقول لهم حلي من الجيعان عيش. ما في انفصال لدارفور. الحرب تعني كل السودان والدمار يعني كل السودان، لكن ما في حيث من ندمر ناس الشريط النيلي والجلابه ونجي بعدين نفصل دارفور وتكون فيها امن وامان وفيها سلام. لا، مشيت دمرت بيدك. هنا في رجال في دارفور انا متاكد وطنيين اكثر من اهل الشرق والشمال ما بيسمحوا للسودان يتدمر. والتحيه لكل القبائل التي وقفت خلف القوات المسلحه في دارفور في هذه الظروف. دي القبائل الوحيده اللي عندها وطنيه، ما جرت خلف مال، ولا جرت قالت انا ودي عمي على الغريب، ولا قالت انا بدعم الميليشيات عشان ادوني مال. ديل وطنيين ومولودين من صلب رجال متربين بالوطنيه والانسانيه والضمير. لكم التحيه والتقدير اينما كنتم دون استثناء للون او شكل. النصر قادم، ما تسمع الاعلام ان ظهر حميتي ذاته بنفسه ولا الضر يحب يقول بنفسه، فهمه لم يكن الديمقراطيه ولا المدنيه، لانها لم تاتي الديمقراطيه المدنيه بهذه الطريقه بالكذب والنفاق. دار تجيب مدنيه، دار تجيب ديمقراطيه، ادعم جيشك الوطني. بعد الجيش دي ينتصر ويحكم البلد، انت كشعب قادر تفلتره. واقول لك حاجه، الحرب دي فلترت الجيش، طلعت الوطني من والما عنده وطنيه الان مشى وزباله التاريخ. الجيش ده بقى قومي. الجيش الان اذا كان ما قومي اصبح جيش وطني قومي، خالي من العنصريه، خالي من القبليه، خالي من جيش الاسره، كذب ونفاق. هذا الحرب فلترت الجيش وفندت الضباط أنا أعتذر لسوء الشبكة أو لعدم الشير والهجوم. إن هذا الحرب أثبتت من هو العميل ومن هو الوطني. ما تقولوا تاني لأن ننظف الجيش ده أو نفتره. الحرب التي مر بها السودان والمؤامرة التي مر بها السودان فلترت الرجال وفرزت الكيمان، ورتك الراجل والجبان، ورتك الوطن وهم السودان والعميل. إذن ما يغشوك ويسوقوا بالخلا يقول لك ده جيش كيزان، او يجي يقول لك ده جيش كيزان او جيش فلول. انا الكذب ما بحبه ولا بعرف. اذا كان ده جيش كيزان، الدعم السريع صناعه الكيزان وبرضه جيش كيزان. خليه ينكر يقول ما صنعوا الكيزان، خليه ينكر واحد يقول حميتي ده غايدين ما صنعوا الكيزان. اذا قلت الجيش ده جيش كيزان فانت يا عبد الرحيم دقلو برضه صناعه كيزان. دعموك الكيزان، جابوك الكيزان، اهلوك الكيزان، شبعوك الكيزان، فتحوا لك الثغرات ومكنوك الكيزان. اما تسحب كلمه الكيزان دي برا، تخط الكره وطأ، تبقوا جيش وطني، تنضموا للجيش الوطني وتبقوا جيش واحد موحد لمصير البلد. والا كل من نطق بانه قال ده كوز فهو الكوز هو. انا ما بقول ده جيش كيزان،
عارف ليه؟ لانه الكيزان ده جوه الجيش ده قاعد جوليبو. لكن بقول الدعم السريع صناعه كيزان، لانه صنعوا الكيزان. ما في زول بيقدر ينكر الكلام ده. واي زول بنكر بيقول الدعم السريع صنعوا البشير وصنعوا الكيزان كذاب ومنافق. كان مره ولا راجل. والفكر الشرب والتوجيه المعنوي في راس الدعم السريع في عقوله فكر الكيزان والدعم وعقليه الكيزان، وشغالين بتكتيك الكيزان. دي نصيحتي لكم. اما اخواننا في القوات المسلحه كمؤسسه، انا بتمنى منكم حاجه واحده، ان تتعاملوا مع الواقع بالواقع. والشرب السوء فوق ده لو صورته 100 سنه بتنتصروا. ليه القوات المسلحه الكيزان صنعوا حاجه اسمها دعم سريع؟ عشان يقاتلوا الحركات في دارفور، لانه بيعرفوا قتالهم. ليه صنعتوا؟ يجب ان تقاتلوا سريع بقوه ماليشه زيه. يجب ان تواجهوه برجال يقاتلوا نفس القتال ونفس التكتيك، نفس الخطط، يدقشوا الدقش، مش يدافعوا بمدفعيه وطيران. عشان تهزموا الدعم السريع في الخرطوم في كل المدن، يجب ان تجيبوا له ماليشيا زيه. ماليشيا تكون من رحم القوات المسلحه، تكون ماليشيا زيه، تعرف كيف تقاتله، تعرف كيف تطارده. هو ده الحل. لكن الشيء اللي انا شايفه الان تكتيك القوات المسلحه والشغل شغال فيه ما بتهزموه. لو كنتوا بتهزموه ما كان الان الحركات المسلحه التي كانت اضعف شيء صنعتوا لها دعم سريع عشان يحزمها وحزمها. هسي اذا ما صنعتوا في هذه الظروف واستعنتوا بكل الرجال الوطنيين الحركات المسلحه الموقع السلام الوطنيين اللي همهم السودان، مش الهمهم الجيش والمال، الذين لم ينصارعوا لحميتي مقابل مال وسلطه، لو ما استعنتوا بهم في هذه الظروف حتسقطوا حيدمر السودان. استعانوا بهم لانهم هم الذين يعرفون كيف يقاتلوه وكيف يزنقوه وكيف يخبطوه يضربوه ضربه قاتله. بيعرفوا تكتيك يحاربوا، وهنالك يد وعين لهم قادرين يفرتقوا هذا المنظومه الذي هددت الامن القومي الوطني للسودان. لكن اذا استعنتوا بالمعاشيين والقدماء المحاربين واشتغلتوا بنفس التكتيك الحرب والعلوم العسكريه والاستراتيجيه، هذا لم يكن زمنها. هذا الحرب حرب استثنائيه، والقوة الموجودة في السودان بتقاتل الجيش هي قوة استثنائية، طريقة قتال يفترق عن تكتيك الجيش. أفهمتموني ولا لسه أشرح لكم أكثر؟ يجب عليكم أن تضربوها بالحديد الذي تضربكم به، وإلا ضربتموها بحديد لين غير الحديد الذي تضربكم به فهزمتكم. وأي امتداد لهذا الحرب وتطويل لمدة هذا الحرب يعني هزيمة الوطن والمواطن السوداني وتدمير الوطن بأكمله وقتل الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة كل يوم تلوة الآخر. تحياتي واحترامي لمن يستحق، وهذا الرسالة موجهة للأخرفاء القوات المسلحة. الرجاء قاتلوا من أجل مصير الوطن والمواطن، والواحد ما يخاف وما تنبطح وما ترتكز. الموت ده ارتكز جايك وانا وقفت جايك. قاتل بثبات. تشتد المعركة أقل من دقيقة تنسحب، لو صبرت الدقيقة لو كنت هزمت. كما قال الشهيد عبد المنعم الطاهر بدو الموت جايك في بيتك، الموت جايك في مكان. الراجل اللي بقاتلك ده ما أرجل منك، جاك من أقصى الدنيا وأوصفك بالفلول والمرتزقة والخاين والعميل. كيف لك أن تفز وتهرب وتترك عرضك وأرضك لغيرك؟ نحن نستأذن وما في إلا التسجيل، لأنه هنالك هجوم وعدم الشير ضعيف. نحن ما بنعرض نقول شيء وقلنا حقيقة. ونصر الله الظالم المظلوم على الظالم، عفوا، ربنا ينصر المظلوم على الظالم. والكذب عمره ما بيخلي يصير ينتصر، والكذب عمره ما كان حقيقة وما حخلي زول يحقق هدف. يا أخوي مهزوم. يا جماعة ما في طريقة نكمل، نعتذر وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السادة والسيدات، المهزوم يقول مهزوم عشان الناس تساعده. الكذب ما بينفع، المجاملة بتنفع، التكبر والتعالي في هذه الظروف الاستثنائية لا ينفع. الواضح والصراحة هي اللي بتنفع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.